السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى انا هعمل اختراع جامد. انا اصلا بموت في الكوسه، بحبها جدا جدا جدا، ولادي بياكلوها، مش يقولوا مثلا بحبها قوي. فانا النهارده هعمل بيها اكله جامده جدا، هخليهم ياكلوها ويحبوها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي انتوا عارفين انا عندي لحمه هي سمينه شويه. انا ما بحبش اللحمه على قد كده قوي يعني، بس انا بحب اللحمه السمينه. هي حوالي ايه، انا مش عامله كتير، ماشي، حوالي ايه يعني نص الا شويه صغيرين. وعندي هنا التوابل بتاعتي: ورق لورا، فلفل اسمر، جوز الطيب، توابل اللحمه، كزبره ناشفه، وحبتين اللي هو حبهان. وعندي بصلايه متوسطه وفصين توم. هنا بقى 3 طماطمات اهو. وعندي كام واحده كوسه، على قرن فلفل اصفر، واحد احمر، 2 حمل لاني بحبه حمل. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا بقى في الصينيه بتاعتي دي هخرط البصل. دلوقتي يا حبايبي انا خرطت البصل، هركنه دلوقتي دقيقه واحده واعمل بقى الكوسه بتاعتي وخرط الفلفل والطماطم. دلوقتي انا خرطت الكوسه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين اهيت، والفلفل هنا والطماطم قطعتها قطع صغيره، والفلفل اللي هو الاصفر والاحمر. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ما ينفعش دقيقه. دلوقتي بصوا انا هحطها على النار تاخد بس صدمه بسيطه اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا مش هحط اي دهون ليه؟ لان اللحمه اللي عندي سمينه كلها. انا اصلا ما بحبش اللحمه على قد كده، بس بعشق اللحمه السمينه بس اللي هي تبقى ملبسه، او يا سلام لو كلها بيض. فاحنا شايفين كده هننزل بقى عليها باللحمه بتاعتنا اهو. شايفين انا مقطعاها قطع صغيره. اقلبها هنا. في المرحله دي بقى اهم حاجه ان انا هنزل ورق اللورا والحبهان، وهاخدهم يتشوحوا شويه مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي يا حبايبي ايه زي ما انتم شايفين ايه اهي. انا بشوحها على النار شويه في المرحله، وهنزل بقى هنا كده في فصين التوم بتوعي، ههرسهم كده وهنزل بيهم على فين على اللحمه. خدي ريحتها حلوه جدا. بصوا بقى يا حبايبي، عايزه اقول لكم قسما بربي ريحتها حلوه جدا جدا جدا. دلوقتي انا لاقيها محتاجه ايه، معلقه زيت صغيره، عشان لا ايه اللحمه ما نزلتش، هي سمينه بس ما نزلتش دهون كتير. دي حاجه ده هتطلع لحمه حلوه جدا دلوقتي وهتتشوح اهو. والله ريحتها حلوه جدا فعلا. على فكره الاكله دي انا اللي مخترعاها، لان انا بحب الكوسه، فطول ما انا قاعده بطلع منها افكار حلوه يعني. لا شفتها على يوتيوب بس انا دايما بجربها. يا رب هتعجبكم ان شاء الله، هتجربوها فعلا هتخليكم تعشقوا كوسه. شايفين يا حبايبي هي بدات تتشوح مع بعضها شويه. انا هنا بقى بنزل بالكوسه لان الكوسه طبيعتها بتاخد وقت في السوا، فمع اللحمه مش هتتهري زي البطاطس او الحاجات التانيه. اهوت نزلت الكوسه بالفلفل الحامي. لو مش عايزين فلفل حامي عادي ده اختيار. وبعد كده هديهم تقليبه وانزل بقى بالتوابل. دلوقتي هي الكوسه والفلفل اخدوا صدمه، انا هنزل بالتوابل. لو انت مش عايزه تعمليها في صينيه اعمليها في الحله عادي مفيش مشكله. نزلت بقى بالتوابل ما عدا الملح، عشان الملح ده نحطه اخر مرحله عشان اللحمه بتاعتنا تكون استوت ومستويه كويس. ادوهم تشويحه واسيبهم على الهادي شويه، وبعدين انزل بالفلفل الالوان. دلوقتي يا حبايبي هي اخدت صدمه مع بعضها، هنزل عليها بالفلفل الالوان. عايزه اقول لكم والله ريحه خطيره جدا جدا. هسيبهم بقى يتبالوا مع بعض شويه، وبعد كده ابقى انزل بالطماطم واسيبها لحد ما تستوي. دلوقتي شايفين يا حبايبي شكلها بقى عامل ازاي، ولا الريحه بتاعتها روعه. هننزل بقى بالطماطم. انا على فكره مهديه النار مش معليها ليه، عشان اللحمه طبعا عارفين انها بتاخد وقت في السوا. فانا هقلبها كده واسيبها على الهادي خالص لحد ما تستوي على مهلها. شايفين يا حبايبي شكلها عامل ازاي، والله الريحه روعه. انا هنا لاقيه اللحمه لسه نيه شويه، فانا عندي شوربه مغليه هحط لها كبشه واحده. كبشه واحده كده بس بالمعلقه اهي بحيث انها ايه تستوي معايا كويس، وهسيبها لحد ما تستوي. صراحه الريحه روعه وطعمها يطلع خرافه. احنا هنشوف الكوسه بتاعتنا الله، والريحه روعه واستوت اهي معايا. تعالوا نشوف هنقدمها ازاي. ده يا حبايبي شكلها بعد ما استوت اهي. شايفين شكلها حلو ازاي وريحتها روعه. صدقوني بجد هتجربوها هتعجبكم جدا. لو انت ما بتحبيش اللحمه السمينه عادي مفيش مشكله، ممكن لحمه عاديه وبالف هنا وشفا وجع. عملت جنبيها رز ممكن تاكلوها بعيش. لو الوصفه عجبتكم ما تنسونيش في التعليق واللايك والاشتراك. حبايبي الامارات مع السلامه.